ومن أجل ذلك نعلم بيقين لا يخامره شك بأن رب العزة وعدنا بالأمن، ولكنه وعد من؟ وعد المؤمنين، وعد الصادقين الصالحين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. نعمتان من أجل النعم يمنحهما الله تعالى للذين آمنوا فيشكرونه على نعمة الأمان، ويشكرونه بعبادتهم على نعمة الرخاء. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وتقابل النعمتين العظيمتين نقمتان خطيرتان هما الجوع والخوف، يسلطهما الله على الأمم التي عتت عن أمر ربها. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. من أجل ذلك أقول أخاطب العالم كله والأمة بأسرها أن تصيخ سمعا لنداء الحق الذي أمرنا أن نتوحد وأن نتعاون على البر والتقوى، وألا نتنازع، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وليعلم كل من سولت له نفسه بالسوء، سواء كان فردا من أفراد مصر أو بعض قواها أو بعض الدول الخارجة التي كشفت سوءتها حينما تربصت بأمن مصر، فشاء الله أن يرد كيدها في نحرها ليبقى لمصر الأمان الذي وعد به رب العزة والذي بشر به رسولنا صلى الله عليه وسلم. من أجل ذلك أنادي كل أبناء مصر من كل الأطياف ومن جميع الأطراف: لا تصيخوا سمعا لإذاعات الأعداء ولا لوسائل الإعلام التي تحمل الأهواء المشبوهة والتي تريد أن تشعل فتنا على أرض الكنانة. أرض الكنانة لو ركعت لا قدر الله ما قامت قائمة لدولة عربية أو إسلامية. أرض الكنانة صانها رب العزة وجعلها مصونة ومحفوظة بحفظ رب العالمين، لأن مصر كنانة الله في أرضه، من أرادها بسوء قصمه الله. وكما قال شاعر النيل رحمه الله: ما رماني رام وراح سليما من قديم عناية الله جندي، كم بغت دولة علي وجارت ثم زالت وتلك عقبى التعدي. مصر التي صانها ربها وحملها أمانة الأمن القومي للعالم الذي تعيش فيه لا تستحق من أحد من أبنائها أن يريق دم أبنائها ولا أن يزهق أرواح الناس. وليعلم كل من يعتدي على الأنفس البريئة وكل من اعتدى بإراقة هذا الدم البريء ليعلم أن جزاءه في الدنيا قبل الآخرة، لن يفلت من عقاب الله أبدا. وواجب جميع أبنائها أن يكونوا على قلب رجل واحد لتدرأوا الخطر عن مصر. إن الذين يتربصون بأمن مصر يحاولون أن يثيروا حفيظة بعض أبنائها ضد بعض، وأن يشقوا عصا الطاعة، وأن يشعلوا نار الفتن، وأن يريقوا الدماء البريئة. العجوز الشمطاء تاهت خطاها، لم تجد منهم قلوبا رقاقا، رفعت كفها النحيلة تبكي تسأل الله ربها الخلاق: يا إلهي أكان يرضيك هذا
أنذوق العذاب والإرهاق إن هذا الدم البريء سيحكي كيف من غير مأسم أن يراق. يا أبناء مصر ويا أبناء العالم، كونوا على يقين أن مصر مصونة بحماية الله سبحانه وتعالى لها. يا من تتربصون بالأنفس البريئة، اعلموا أن من قاتل تحت راية عليا، هكذا يقول رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، يحذرنا من الفتن الشعواء، يحذرنا من إراقة الدماء، يحذرنا من إزهاق الأرواح تحت أي راية، أي مسمى. يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح الذي جوله: وان قاتل راية بية دعو لعصبة أو يغضب لعصبة أو يصر عصبة فقتل فتلة جاهلية. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي حق حقه فليس مني ولست منه. تبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم من الذين يتربصون بأمن مصر وبأمن العالم وبأمن كل إنسان. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهدا فليس مني ولست منه. حتى ذي العهد، حتى أهل العهد والأمان من إخواننا الأقباط من غير المسلمين، لأن القرآن الكريم قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. والرسول تبرأ وقال: أنا خصم لمن يعادي واحدا من هؤلاء من أهل ذمة وأهل العهد. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس أو كلفه ما لا طاقة له به فأنا حجيجه يوم القيامة. سيدي يا رسول الله، تكون حجيجا وخصما لمن يعادي واحدا من غير المسلمين من أهل الذمة الوادعين الذين تسلطت عليهم فئات الظلم تحرق كنائسهم وتطيح بأرواحهم. تبرأت من هذا الإنسان الذي يعتدي عليهم وقلت تكون حجيجا له أي خصما له يوم القيامة. صدقت يا سيدي يا رسول الله، فهم معنا يعيشون تحت سماء واحدة وفوق أرض واحدة، واختلطت دماؤنا في الحروب دفاعا عن الوطن الغالي. الحق أبلج كالصباح لناظر، لو أن قوما حكموا الأحلام أعهدتنا والقبط إلا أمة لله واحدة تروم مرامة. نعلي تعاليم المسيح لأجلهم ويوقرون لأجلنا الإسلام. هذه ربوعكم وتلك ربوعنا متقابلين نعالج الأيام. هذه قبوركم وتلك قبورنا متجاورين جماجما وعظاما. فبحرمة الموتى وواجب حبهم كونوا كما يقضي الجوار كرامة. الدين للديان جل جلاله، لو شاء ربك وحد الأقوام. لا يا أبناء مصر، لا يا من غرر الباطشون بكم وأخرجوا لكم فتاوى مغشوشة لا علاقة لها بالدين، تستبيح الحرمات وتطيح بالأنفس وتريق الدماء. لا يا أبناء مصر، لا يا أيها الغرباء والضيوف على مصر، أتشتركون مع المعتدين وأنتم غرباء وضيوف على مصر؟ ما هذا الذي يحدث؟ ما هذا العبث؟ ما هذا الخبل؟ ما هذا الافتراء؟ ما هذا الظلم البين؟ لا يليق أبدا أن يعتدي أحد على أحد، ولا أن يريق دمه، ولا أن يستحل هذا الدم البريء بحال من الأحوال. إننا إذ نحمد الله ونشكره نخاطب من فوق هذا أمتنا المصرية ونقول للجميع:
قفوا على قلب رجل واحد لدرء كل خطر يتهددنا، إذ نشكر قوات المسلحة، قوات الأمن في الشرطة وفي القوات المسلحة، وإذ نحمد الله لهم ونشكره على توفيقه لهم أن استطاعوا أن ينجوا مصر من هذه الحرب الشعواء، من هذه الفتن التي لا أول لها ولا آخر. إذ نشكر الله على أن وفق قوات الأمن من رجال القوات المسلحة الشرفاء ورجال الشرطة الأمناء الذين أدوا رسالتهم بشرف وقضوا نحبهم شهداء عند الله، من أكبر رتبة من لواء إلى أدنى رتبة. لم يفروا كما فر الظالمون، قدموا الأطفال والنساء وفروا بحياتهم. إن هؤلاء تقدم اللواءات قبل الجنود، وقدموا أرواحهم شهداء في سبيل نجاة مصر، في سبيل إحقاق الحق، في سبيل إبطال الباطل. وهكذا يا أبناء مصر كونوا جميعا رجالا ونساء، شيبا وشبانا، شبابا وأطفالا، كونوا لجانا شعبية واحدة تدرأ كل خطر يحاول أن يتهدد مؤسسات مصر أو بيوت مصر أو أبناء مصر. كونوا جميعا على قلب رجل واحد ووحدوا صفكم يا أمتي، وحدوا في الحق صفكم، إن التنازع للخسران عقباه. يا أمة المصطفى توبوا لبارئكم حتى يرد عدوا فاغرا فاه، فالابتلاءات لم تنزل بأمتنا إلا بذنب كبير قد فعلناه. قوموا اتقوا الله وادعوه، فلا أمل في النصر يا أمتي إلا بتقواه. يا أمتي وحدوا في الحق صفكم، إن التشرذم للخسران عقباه. حبيبنا المصطفى من ذا ينازعه، حبيبنا المصطفى من ذا تحداه. نحب أحمد أغلى من محبتنا لأنفسنا.